السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخ مروه، يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة هنعمل الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، اجمل واحلى تتبيلة، ورز حبة بحبة، وتتبيلة رائعة هتدي للفراخ طعم ولون وريحة ونكهة مميزة جدا. وهنعمل اسهل تتبيلة للفراخ. شايفين اللون؟ وبسم الله ما شاء الله. وحبايبي اللي بيشوفني لاول مرة ما ينساش الاشتراك في القناة اللايكات. يلا يا حبايبي نبدأ طريقتنا. هنجيب الفراخ احنا كده غسلاها، وبعدها هعمل لها المحلول الملح ده وقرفة بشرايح من ليمون وورق الغاب. المحلول الملح ده بيحوش اي زفارة للفراخ او اي حاجة مش مرغوب فيها. معلقتين من ملح ومعلقتين من السكر، وبعديها هنحط معلقتين من الخل. جميل جدا للفراخ. وبعدها هنزل الفراخ في المحلول الملح ده. وقبل ما انزلها انا هعمل فتحات للفراخ علشان تاخد من طعم التتبيله. بس هعمل الفتحات دي من تحت الجلد عشان على حافظ على شكل الفرخ من تحت الجلد كده زي ما انتوا شايفين انا بعمل وبعدها هسيبها تتنقع في المحلول الملح ده حوالي نص ساعة. طريقتنا سهلة وبسيطة جدا. هسيبها نص ساعة في المحلول الملح ده. يلا نعمل تتبيلتنا الجميلة. انا هنا عندي حوالي 3 علب من الزبادي، هنزلهم في الخلاط. وهنا معلقتين من معجون الطماطم، بيديها لون جميل جدا للفراخ، والزبادي بيخليها طرية وجميلة. وهنا فصين من الثوم المهروسين، وتلت كوباية من الزيت، اي زيت عندك، زيت ذرة، زيت عباد، زيت زيتون، اي زيت متاح عندك. وهنا التوابل بتاعتنا: بصل بودر، كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل اسمر، وهنا كركم، ومعلقة ونص من الملح، كل معلقة صغيرة معلقة صغيرة. وهقلب كل التوابل دي وهنزل بيها على التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي. هروح اضربها في الخلاط، وبعدها هنزل على الفراخ التتبيله. شايفين شكل التتبيله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالعه جميله جدا التتبيله. وهسيبها الفراخ فيها، بس في الفتحات اللي انا فتحها بالسكينه هدخل التتبيله دي علشان الفراخ تشرب من التتبيله في قلب الفتحات كده، وندخل التتبيله دي في قلبها. التتبيله هتديكي طعم جميل جدا للفراخ. وانا بسيب التتبيله دي في الفراخ حوالي يوم كامل. انت لو مستعجله ممكن ساعتين او 3 ساعات، بس افضل يوم كامل، هتديكي طعم اجمل واحلى. وبعد ما سبتها ليله كامله في التلاجة وخدت الفراخ من طعم التتبيله، هجيب صينيه وهرص الفراخ بتاعتنا دي، وانا مسخنه الفرن على درجه حراره 100 و180. وبعد ما ارص الفراخ كده هنزل بالتتبيله عليها، هنزل ببقية التتبيلة دي. بسم الله ما شاء الله، هتطلع معاكي فراخ تحفة وهتعجبك قوي. هعمل حبة الرز، نعمل رز حبة وحبة. هنزل بنص كمية الرز واحمرها لحد ما تديني اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه. لسه كمان هقلب عايزاه يغمق اكتر من كده. اول ما يدينا كده اللون كده خلاص احمر معانا الرز. بعدها هنزل بباقي الكمية على الرز، وهقلب كله ده مع بعضه. هشوح الرز ده مع بعضهم لمدة كده دقيقة
عشان يطلع مفلفل وجميل جدا. وبعدها عندي هنا الشوربة، هنزل بالشوربة بعد الرز بعقل الصباع، واغطيه وهسيبه يستوي. وبعد ما شرب المية بتاعته، شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي مفلفل وجميل. ههدي عليه النار خالص لحد ما يستوي براحته. ايه رأيكم؟ اهدي عليه النار وخلاص. الفراخ طلعت، شايفين الفراخ طالعه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالعه لون جميل جدا. هنقدمها مع الرز المفلفل بتاعنا ده، وبالهنا والشفا. هتعملي الطريقه دي هتطلع معاكي فراخ ناجحه جدا. هقدمها مع الرز، شايفين لونها عامل ازاي ومستويه وطريه. الزبادي ده جميل جدا للفراخ، بيخليها طريه وجميله. ايه رايكم؟ وعملنا الفراخ وعملنا الرز، واسيبكم في رعاية الله وامنه.